ماذا فعلت اليوم يا أخي؟ لقد تأخرت، أين كنت؟ أعتذر، كنت منشغل جدا. ابني الأكبر أراد السفر مع أخيه الصغير فتعطلت فرامل سيارته فقمت بإصلاحها. ما شاء الله، لك أبناء؟ ما اسمهما؟ الابن الأكبر اسمه موسى وأخوه الصغير حسين. ما شاء الله، حفظهم الله لك. شكرا شكرا، الله لا يخليك. اسمح لي دقيقة. ألو، السلام عليكم. ماذا؟ ماذا تقول؟ لا يا إلهي، ماذا جرى؟ لا، ما دي المصيبة، ما دي المصيبة. ماذا جرى يا رجل؟ لماذا هذا الجزع؟ وقعت حادثة لأبنائي بالسيارة ومات ابني الحسين، ومصيبتا. الله أكبر، إن لله وإنا إليه راجعون. ماذا عن ابنك الكبير موسى؟ موسى نجا من الحادثة ولكن ابني الحسين قتل. يا الله، ابن الحسين مات، ابني وحبيبي وفلدة كبدي مات يا إلهي. تمالك نفسك يا أخي، الحمد لله الله أنجى ابنك موسى من الموت. نعم، نجا موسى من الموت ولكن قتل ابني الحسين. نعم أفهمك يا أخي، ومتأكد أن فاجعة موت ابنك الحسين لن تنساها ولو بعد سنين، لكن الحمد لله على نجاة ابنك موسى، حفظه الله لك. ومصيبة ابني الحسين. سبحان الله، وأنت تجزع هكذا وتبكي على موت ابنك الحسين ذكرتني بيوم 10 من محرم، يوم مقتل الإمام الحسين عليه السلام. ماذا؟ كيف ذلك؟ أنت الآن بكيت وجزعت على ابنك الحسين رغم أن ابنك موسى نجا. فرحت لنجاة ابن موسى ولكن كيف لا أحزن لقتل ابني وحبيبي وفلدة كبدي الحسين. مصيبة الموت وفقدان الابن أعظم من الفرح. صحيح، فلماذا لا تبكون عن الإمام الحسين عليه السلام؟ ألستم تقولون أن في يوم 10 من محرم نجى الله موسى وقتل الحسين؟ فلماذا قلوبكم لا تحزن على الحسين وفضلتم الفرح على الحزن؟ لماذا لا تطبق ما وقع لك اليوم على الإمام الحسين عليه السلام؟ ماذا تقول؟ كما سمعت، ها أنت تكاد تتقطع حزنا على ابنك الحسين الذي قتل، ولكن لم أرى في وجهك الفرح على نجاة ابنك الأكبر موسى، رغم أنك فرحت لنجاته، ولكن موت ابنك الحسين وفقدانه أعظم مصيبة من أن تفرح. ولكن تلك أمة قد خلت يا شيعي، الحسين قتل وهو في الجنة. تلك أمة قد خلت؟ إذا كان كذلك لماذا تفرح وتصوم كل سنة لنجاة موسى؟ تلك أمة قد خلت وهو في الجنة، أم إنها خلت فقط للحسين عليه السلام؟ يعني باء موسى تجر وباء الحسين لا تجر؟ ما لكم كيف تحكمون؟ اتركني وشأني، ماذا تريد مني أن أفعل؟ هل أضرب نفسي كما تفعلون على الحسين؟ لا نريد منكم أن تلطموا ولا أي شيء، ولكن لا تجعلوا يوم مقتل الحسين يوم عيد وفرح متناسين فاجعة الحسين، ولا تذكرون سوى نجاة موسى. فقط نريد أن نرى علامات الحزن في وجوهكم في يوم 10، هذا يكفينا لنتأكد أنكم تحبون الحسين وتتبعون سنة رسول الله وهي الحزن على الحسين. وما يضرك إن فرحت أنا على نبي الله موسى، فقد نجاه الله من الموت. طيب، وهل تقبل أن تعود إلى أهلك الآن وتجدهم فرحين يحتفلون بنجاة ابنك الأكبر موسى من دون أي اعتبار لموت ابنك الحسين؟ هل ستقبلها وتشاركهم الاحتفال وتتناسى موت ابنك الحسين؟ بالطبع لا، يستحيل أن يفرحوا، فكلهم يحبون ابني الصغير الحسين، كيف لهم أن يفرحوا في يوم مقتله؟ فهذا ما نحاول أن نشرحه لكم. فكيف تقولون أنكم تحبون الحسين وتفرحون يوم مقتله؟ ها أنت قلت يستحيل أن يفرح أهلك يوم موت ابنك الحسين لأنهم يحبونه، فكيف تفرحون يوم مقتل الحسين وتدعون أنكم تحبونه؟ طبق نفس ما جرى لك اليوم على الإمام الحسين عليه السلام. ماذا؟ اتركني وشأني، ابني الحسين قتل يا الله ومصيبته. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أصحابك، ولعن الله قاتليك.